حياكم الله مشاهدينا متابعين شبكة سودرافيديا الرياضية. يوم تغطيتنا كانت لمباراة الملحق الأخير بين منتخبنا الوطني العراقي أمام المنتخب البوليفي. خليكم ويانا ناخذ توقعات الجماهير وراجعينكم. الشاعر أحمد وليد، حمود شلونك؟ اهلا وسهلا استاذ نذير، الله يحفظك. المباراة راح تكون مصيرية اكيد الساعة 6 صباحا. أريد يعني رسالة دعم للاعبين المنتخب. والله احنا كنا وياهم، يعني احنا يمكن من البارحه ما نايمين واليوم ما راح ننام. قلوبنا ودعواتنا وكل مشاعرنا وياهم، وهم لازم يعرفون فد شيء، هذه اهم مباراه من بعد نهائي 2007. الهم هم يا اما راح يكونون لاعبين دوليين فقط، يا اما راح يكونون اساطير حالهم حال جيل 86 اللي الى الان 40 سنه احنا نذكرهم. عفوا، هو اخر فرصه تعتبر لهذا الجيل. هي هذه اخر محطه، يعني يا اما انت تصبح اسطوره يا اما انت تصبح لاعب منتخب فقط. فانا اوجه لهم رساله من خلالكم، هم ابطال قد المسؤوليه، وشفنا مثل ما كانوا اسودنا ابطال بنهائي 2007 وانتهت كل الفوارق والتحضيرات والامور الفنيه كلها ذابت، شفنا فقط غيره عراقيه. اليوم راح يتكرر الموضوع ان شاء الله. وين راح نشوف المباراه؟ والله ان شاء الله احنا بالكافيه ويا اصدقائنا، يعني راح نعيش اجواء الملعب في كافيه لما باليرموك. ايش راح تتوقع نتيجه؟ والله اني سالوني قبل يومين توقعتها 3-1. هم يعني حتى بنحكي شويه فني، عندهم مفتاحين لعب 7 و17، اتمنى انه يركزون عليهم لاعبينا. في حال حجمنا الفريق البوليفي يعني اتوقع تنتهي 3-1. شو احكي لك من ابدي لك؟ جسمي كله يرجف طبعا كزبر، تراهنت اليوم ويا جماعتي. غير عراقيه كلنا طبعا تراهنت ويا جماعتي. في حال يفوز المنتخب العراقي انا باتر مزين، في حال ما يغلبون في 40 يوم انا ما راح ازين. انا سويت تضامنا مع المنتخب. نيولك طبعا، هذا نيولك تضامنا للمنتخب. انا قلت لهم اليوم، قلت لهم ان شاء الله احنا طبعا ما اقدر احكي والله العظيم لان جسمي كله يكزبر، يعني ما راح نلعب 90 دقيقه، راح نلعب 90 سنه، وان شاء الله يا ربي وننتظركم. ارد ازين بشرفكم، ارد ازين ان شاء الله يا رب. فوزوا سودنا خليه زين ان شاء الله، واذا ما فزتوا نجيبكم بعد زين 0. لا مو زين 0، يعني زين عادي زين طبيعي، بس 40 يوم انا ما راح ازين اذا خسروا. بس ان شاء الله يا رب، ان شاء الله 2-0 المنتخب. من راح يسجل؟ والله اي واحد خليه يسجل ان شاء الله، بس المهم التاهل لكاس العالم ان شاء الله يا ربي. ونلتقيكم باكر، الفرحه مالتنا ان شاء الله ب 8 الصبح، تعالوا لنا. وين راح اشوف المباراه؟ والله هنا انا ويا اصدقائي كافيه جنبي. 6 صباحا يعني ما راح تنام؟ لا ما كنوم، وين شلون نوم؟ احكي لي المعنويات. والله المعنويات زينه ان شاء الله، ان شاء الله زينه ان شاء الله كل التوفيق لسودرافيديا زين. ايش قد تتوقع النتيجه؟ والله نقول 2-0 ان شاء الله. 2-0. مين راح يسجل؟ يعني ايمن ان شاء الله واحد، والثاني لو علي جاسم لو. يقول ايمن لان هو نفس طول ايمن علي جاسم قلت؟ ان شاء الله اي اكيد. المعنويات والله فول يا الله يا والله فول، متفائلين ان شاء الله، ان شاء الله يسوونها الشباب. راح تبقى من 6 صباحا ان شاء الله. راح تنام وتقعد؟ لا ابقى للصبح، ومتفق ويا الولد ريوقنا اليوم النار. ريوقنا ان شاء الله. الريوق طبعا بعد الفرحه. اي والله العظيم. انا اعزمك على قهوه قيمه. على راسي انا عزمك يا حبيبي. والله شرفنا بكل. المهم فوز سودرافيديا، ايش قد تتوقع؟ اتوقعها 2-1. 2-1. منو راح يسجل؟ راح يسجل ميمي واحد، وان شاء الله زيدان. اي والله هاي التجمعات الزينه الخيره، والشباب شوف الان الحضور، الجماهير حاليا متواجد من هسه من المغرب لحد الان، وان شاء الله راح يجون بعد جمهور، راح يصير زخم كلش هواي. وتدري يعني هسه كل الكوفيات والاماكن العامه راح يصير تجمع كلش قوي، يعني باي في قوسين الشعب العراقي بالخارج بالداخل راح يصير مباراه حتكون بس 6 صباحا ان شاء الله، الليله الحاسمه لكاس العالم. فضل الله وفضل كل الناس الخيره. توقعاتنا لعبه العراق وبوليفيا ان شاء الله 2-1 للعراق. من راح يسجل؟ ايمن حسين وقوقيه. ايمن حسين وقوقيه. هاي الكاميرا لك. ايش قد قلت؟ ان شاء الله 2-1. ان شاء الله 2-1 لو 2-0.